وجود العسكري الأمريكي في الكويت اللي يظن البعض أنه هو حماية له، ترى الآن هو عنصر خطر يهدد الكويت. لو نشبت حرب وتوسعت الحرب فإن أي مكان يصبح منصة في هذه الحرب سيتحول بالضرورة إلى هدف، وبالتالي فإن القواعد الأمريكية في الكويت ستصبح هدفا في حال اتساع نطاق الحرب، وهذا تهديد للوضع الكويتي. ولذلك يجب أن يصدر من مجلس الأمة قانون يمنع استخدام القواعد الكويتية التي تستخدمها الولايات المتحدة في المشاركة في دعم الكيان الصهيوني على أقل تقدير، إذا لم يكن طردها. الوجود الأمريكي العسكري عنصر خطر يهدد. الأمر الثاني الذي يجب أن نتذكره الانسحاب الأمريكي المذل من أفغانستان، كلنا شاهدناه، وهذا يبين مدى هشاشة الاعتماد على أمريكا في دعم حلفائها وفي دعم عملائها. رأينا بأعيننا هذا الانسحاب المذل، العالم تبدل تغير. الأمر الثالث النظام العالمي الذي تشكل بعد 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وتسيدت فيه أمريكا بوصفها القطب الواحد تبدل وتغير. لم يعد نظام القطب الواحد، هناك قوة جديدة، الصين، روسيا. ليس صدفة إن الأسطول الصيني 44 يزور الكويت هذه الأيام. يجب أن نفهم أكو واقع جديد تشكل. بعدين في موضوع النفط، بذكركم المستورد الأساسي للنفط الكويتي ليست الولايات المتحدة ولا الغرب، المستورد الأساسي للنفط الكويتي هي جمهورية الصين الشعبية. لذلك يجب أن لا يبتزونا ويهددونا إذا أخذنا موقف انطلاقا من التزامنا القومي ضد من يساند الكيان الصهيوني.